السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة المكرملة المرملة اللي بتعجب الكل. هنعملها مع بعض بمقادير مظبوطة على الشعرة، عمرها ما تفشل معاكي البسبوسة لو مشيتي على المقادير اللي أنا بقولك عليها والتركات دي. هتطلع لك أحلى بسبوسة من أحلى حلواني ممكن أي حد يفكر إن انت جايبة منه. زي ما انتوا شايفين عندي البسبوسة ناعمة ومرملة وطعمها يا جماعة والله جميلة جدا. اتمنى بجد ان الوصفة تعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوها، ولو في اي تعليقات او في اي حاجة ما بتظبطش معاك قوليلي وانا اقولك على الحل. زي ما انتوا شايفين بسبوسة عندي جميلة. هنبتدي مع بعض ببساطة كده وخطوة خطوة. انا عندي 3/4 كوباية سكر وعندي ربع كوباية مية بحطهم على نار هادية او متوسطة، لو انت هتقفي جنبه ما تنسيش عنه ثانية. تمام. ويفضل في مقلاية ألمونيا، دي اللي بتوزع لي درجة الحرارة كويس في كرملة السكر. هي هنا وصلت للون اللي انا عايزاه. انا عندي 3/4 كوباية لبن هحطه على السكر المكرمل. ما تخافيش، اللبن اول لما بيتحط على حاجة سخنة بيقطع بالمنظر ده، ما تقلقيش هو موص ولا حاجة. وعندي 3/4 كوباية سمنة. عندك سمنة بلدي، عندك ما عندكش سمنة بلدي هنقولك ايه الحل لو ما عندكش سمنة بلدي. بنحط السمنة ونحطها على السكر المكرمل ونبتدي ان احنا نقلبها لحد ما تسيح. تمام. على تطفي النار، سيحيها وانت طافيه النار عشان السوائل ما تتبخرش معاكي. وعندي معلقه عسل كلوكوز بنحطه عليها ونقوم مقلبينهم مع بعض وسايحين مع بعض وسايبينهم يبقوا دافيين، ما يبقوش سخنين، انا عايزاهم دافيين. وعندي نص كيلو دقيق سميد او 3 كوبايات بحطهم على بعض وابتدي ان انا اقلبهم يندمجوا مع بعض، بس انا مش عايزه اعجنها. وعند الصينيه بتاعت البسبوسه بدهنها سمنه كويس قوي، واقوم حاطه الخليط بتاعي في الصينيه واعمل الشربات. عندي الشربات البسبوسه يا جماعه بيكون خفيف. عندي 2 كوباية سكر على 2 كوباية ميه، واقوم بعد ما السكر يدوب نقوم عصرين عصره الليمونه. قال لو ما فيش عصره ليمونه ممكن يعني سنه ملح ليمون، حاجه كده بسيطه جدا. واول لما يغلي معايا حوالي 3 دقايق او حاجه اطفي عليه. هنا بقى الحل، لو انت ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تحطي معلقه سمنه بلدي او ريحه السمنه البلدي من العطار في الشربات، ده بيديها طعم السمنه البلدي. ونبتدي ان احنا يكون البسبوسه سخنه ويكون الشربات سخن، بحط الاتنين مع بعض واسيبهم. زي ما انتوا شايفين البسبوسه بتشرب الشربات على طول وبسرعه جدا، ده الدليل ان هي نجحت. اتمنى بجد ان الوصفه تعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوها، ولو في اي كومنت في اي طلبات في البسبوسه ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات وانا هجاوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.